لمجرد أن تقول الله في كل شيء يتولاك. أما إذا قلت أنا يتخلى عنك. درسان بليغان، درس بدر ودرس حنين. الصحابة الكرام وهم قمم البشر وفيهم سيد البشر، في حنين قالوا، ولعلها مقولة في قلوبهم: لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إياك أن تقول أنا عندي خبرات متراكمة، أنا الأول في هذا الاختصاص، أنا لا أحد ينافسني في هذه المعرفة. إياك أن تقول هذا الكلام، هذا تطاول على الله عز وجل. يجب أن تشهد نعم الله لا أن تتبجح بها. فلذلك الإنسان حينما يعتد بنفسه يتخلى الله عنه. وقد يعتد الذكي بذكائه فيرتكب حماقة لا يرتكبها الأغبياء، وقد يعتد الغني بماله فيجعله الله في مكانة المال لا ينفع أبدا. مرة أخ كريم أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، قال: الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة. فابتلاه الله بمشكلة لا تحل ولا بالمليارات، وبقي في المنفردة 64 يوم، وكل يوم يقول: الدراهم مراهم. إياك أن تقول كلمة تنسى الله بها. لذلك الله عز وجل غيور، إن اعتمدت على غيره عالجك معالجة قاسية. إن اعتمدت على غيره، إن اعتددت بفكرك، باختصاصك، بخبراتك، بمالك، اعتد بالله عز وجل. أصحاب النبي الكريم في بدر قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مفتقرون إلى الله. أما في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الدرس نحن بحاجة إليه كل ساعة. لا تقل أنا، قل الله. هذه المقولة ليست تواضعا، حقيقة. أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء، في الورى قد طبعك. إذا وتولنا فيمن توليت، هذا هو التولي، الرعاية، المتابعة، المعالجة. الحمد لله رب العالمين. هلأ لاحظ ابن مربى إذا تكلم كلمة نابية: يا بني، هذه الكلمة لا تصح. الأب يتابعه، الأب المربي يتابع ابنه حتى على جلسته، جلسة ما فيها أدب، مشي أمامه خطوة للوراء: يا بني. جلس قبله: لا تجلس قبل أبيك، لا تمشي أمامه، لا تسميه باسمه. نعم. فالابن الذي يربيه أبوه على كل كلمة وعلى كل حركة وسكنة وخاطرة يحاسب عليها. وبارك لنا فيما أعطيت